اول حاجه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. لازم أن تكون فخور ان النادي الاهلي ده في بلدك، بغض النظر انت اهلاوي اسماعيلاوي زملكاوي اتحداوي. بعيدا عن الانتماء، النادي الاهلي يشرف في اي حته. بصراحه النادي الاهلي النهارده وهو بيلعب فلامينجو البرازيلي اللي الكره بتتمتع بالسرعه والمهاره، ولاعيبته مهاريين جدا، هو اللي متسيد المباراه. الاهلي كان حلو. النهارده الاهلي خسر في اخر ربع ساعه. الاهلي منهك. الاهلي ضايع مش قادر يقف. بصراحه الاهلي الفريق الوحيد اللي في البطوله لعب اربع مباريات في حوالي 12 يوم، باين في اقل من 12 يوم. فلامينجو ما لعبش غير ماتش واحد مع الهلال، جه على الجاهز. ريال مدريد ما لعبش غير ماتش الاهلي. ورغم كده الاهلي النهارده مع فلامينجو هو اللي ماسك متسيد الشوط الاول، ولغايه الدقيقه 75 80 الاهلي متسيد. بيضيع ضربه جزاء علي معلول. محمد شريف قبل ما يطلع بيضيع انفراد، يعني كان هينهي المباراه خالص، كان هيبقى 3-1. لكن الاهلي النهارده هارد لك، لعيبه رجاله، مدير فني عالي جدا. بس انا عندي يعني عتاب على الدفاع بتاع النادي الاهلي، على الشناوي. يعني النادي الاهلي اللي خسر النادي الاهلي في ماتش ريال مدريد هو الدفاع. الاثنين، الخط الدفاع. واللي خسر النادي الاهلي النهارده الشناوي والدفاع برضه. يعني الشناوي مش مركز من اول البطوله على ما اعتقد. يعني شال ضربه الجزاء بتاعت الريال، بس الشناوي ما كانش موفق. الدفاع بتاع خط النادي الاهلي، الدفاع ما كانش موفق. التبديلات النهارده سبحان، يعني مش فاهم. يعني الراجل بينزل بيعدل، وديانج حاجه جامده جدا، ده كينج كونج الكره المصريه، انا بشوفه كده. يعني بقاله الماتش بتاع ريال مدريد لما رجعها المتولي، ونفس النهارده اول لما نزل برضو رجعها. ما قدرش الكوره، فللاسف جت ويعتبر قتلت الماتش. انا شايف النادي الاهلي بصراحه ادى في البطوله دي. لعب اوكلاند سيتي، الناس كانت بتقلل من مكسبه من اوكلاند سيتي، لا، لعب سيال الامريكي، فريق يتمتع بالسرعات، لعب وكسب. النهارده ريال مدريد كان قادر اللي هو يكسب ريال مدريد، لكن فتح خطوطه ما السرعات والامكانيات طبعا لصالح صالح ريال مدريد. النهارده احرج فلامينجو اللي تمتع بسرعته. الاهلي النهارده اللياقه بتاعته وقعت في الاخر. لكن الاهلي بيلعب 60 70 دقيقه، لا، واقف على رجله. اللعيبه واقفه على رجلها، مدير فني تغييراته لازم أن يعمل التغييرات دي. هو ما اخطاش في التغييرات، هو سوء توفيق. انا كزملكاوي فخور ان النادي الاهلي ده بيمثل بلدي، كان قادر اللي هو يوصل للنهائي مش ياخد رابع. اي حد يقلل من النادي الاهلي يبقى، انا اسف، زيرو كوره. بعيدا عن انتمائك تعصبك، لا، النادي الاهلي اوكلاند سيتي 3 سيال 1. ريال مدريد بيخسر 4 بس. احرج الريال مدريد، خسر في الدقيقه 90، كان لغايه الدقيقه 90 2-1. النهارده فلامينجو يعني ضربه جزاء ضايعه. هدف مؤكد من شريف قبل ما يطلع، انفراد عبد القادر مديها له تحفه، كان ممكن يخلص الماتش. انا فخور بالنادي الاهلي، وهيجي بقى يفوق لنا في الدوري، ربنا يستر، هيبقى فارق رهيب. الزمالك دلوقتي مش عارف هو السادس باين، يعني للاسف يعني. وربنا يوفق بقى النادي الاهلي في اللي جاي، ويوفق نادي الزمالك في اللي هو فيه. ولو انت لسه بتسمعني، يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.